ازيكم حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم سوا طريقة عمل الشاورما بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة طبعا عندنا معلقة زيت وسمنة. حاطين البصلة مقطعينها تقطيع كبير، انا بحب اقطعها كبيرة، يعني ممكن الناس تقطعها تقطيع صغير عادي حسب رغبتك، مفيش اي مشكلة. نقعد بقى نقلبها شوية، بعد كده نحط كمون ومعلقة سكر. السكر بيخلي البصل متكرمن كده وطعمه حلو، فانا بحبها دايما بصراحة. هنا انا هحط بقى قطع الصدور بتاعة الفراخ. هي قطع صغننة، بتقطعيها قطع صغيرة خالص، وبتبدأي تكوني متبلاها قبلها بيوم. وتتبيلتها عبارة عن علبة زبادي صغيرة ومعلقة توم باودر وبصل باودر، ملح وسكر وكاتشب كركم وبابريكا ومعلقة كمون، وبتسيبيها في التلاجة. وبعد كده بتطلعيها هي وتقلبيها وتعملي بيها عادي جدا. بعدين انا هنا حطيت شوية توابل كمان، علشان يعني لو التوابل اللي في صدور الفراخ يعني ممكن تكون مع البصل والفلفل الاخضر، ممكن الملح يقل في كده، فظبطت برضو التوابل تاني زي ما انتوا شايفين كده. وقعدنا بقى نقلب كتير كتير كتير، يعني انا مش قادره اقول لكم ما شاء الله الطعم والريحه حكايه. انا حاسه اصلا ان انا شامه الريحه الله اكبر من الفيديو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. ممكن تحطي عليها فلفل الوان، بتبقى طعمها جميل جدا، وبرضو ممكن تحطي طماطم. بس انا بصراحة ما بحبش الطماطم على الشاورما، فبحب الفلفل الالوان. بس انا يوم ما عملت الفيديو بقى ما كانش عندي الوان، فحطيت لكم فلفل اخضر عادي جدا. قعدت اقلب برضو ما شاء الله. شايفين الحلاوة؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. قعدنا نقلب بقى كتير كده، وبعد كده هي خلاص جهزت. طيب احنا ممكن نستخدم الشاورما في ان احنا نحطها طبعا في العيش اللي هو السوري ده، او الكريب بقى، او نغمسها بعيش بلدي اصيل كده جميل.